اخرى. الدوري الانجليزي، الاسباني، الدوري الانجليزي النهارده بمشيئه الله هيبدا النهارده بتعليق طبعا كان للكابتن حفيظ دراجي. النهارده هيعلق على مباراه بورنموث، وكان ليفربول من المصري نتمنى له طبعا يا رب التوفيق النهارده ويسجل كالمعتاد. وهنتكلم عن الدوري المصري. النهارده في عندنا اكتر من مباراه. النهارده عندنا مباراه النادي الاهلي، ودي الاهم. نادي الاهلي امام فاركو، وبكره امام نادي الزمالك مع المقاولون العرب. طيب، عندنا بعض الاخبار السريعه وبعض الاخبار القويه جدا جدا جدا. انا هبداها معاكم بخبر يعني كان صدمه بالنسبه لي يعني، وهي خبر عن بطولة الدوري الموسم الماضي. خبر عن بطولة الدوري الموسم الماضي. طيب، واحد يسألني يقول لي طب ما هو الدوري انتهى وحسم، والنادي الأهلي احتفل بالدوري في أرضية الملعب ال45 في تاريخه، وبست مباريات كانوا متتاليين بعد رحيل مستر كولر، وخد الدوري واحتفل وكمان استلم الدرع من طبعا الرابطة والكلام ده كله. بص يا صديقي، انا هقول لك على حاجه يعني علشان ابقى صريح معاك. موضوع الدوري مش هيحصل فيه اي جديد، لكن الجميع بيتكلموا على حاجات كتير جدا. يعني مثلا عندنا كان طلع بتصريحات الاستاذ والبشمهندس عدلي القيعي. طلع اتكلم عن قال لك ان الرابطه بتستعد لسحب درع ولقب الدوري من النادي الاهلي. ففي حد رد عليه وقال له طب هيتسحب، الرابطه هتسحب لقب الدوري وهتسحب، يعني حضرتك هتسحب بطوله الدوري من الاهلي بانهي قرار وبانهي لائحه وبانهي قانون؟ فرد عليه قال له دي نيه مبيته، والرابطه عاوزه يعني، وفي حمله ممنهجه على النادي الاهلي ان هي عاوزه تشيل لقب بطوله الدوري من النادي الاهلي والكلام ده كله ومش عارف ايه، والحاجات اللي هو بيقعد يتكلم فيها الباشمهندس عادل القيعي. طيب، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. لو انت فاكر الموسم اللي فات، لو انت فاكر حضرتك الموسم اللي فات، انا فير وحيادي وهتكلم مع حضرتك بكل امانه وبكل مصداقيه. اللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش ما يزعلش براحته، لكن انا هتكلم معاك بكل مصداقيه وبكل عقل. دلوقتي رابطه الانديه المره اللي فاتت اتحاد الكوره ما كانش عاوز يسلم ما كانش عاوز هو يسلم ما كانش عاوز يسلم درع الدوري اتحاد الكوره للنادي الاهلي الا لما يشوف القضيه اللي رافعها بيراميدز على النادي الاهلي في الاتحاد الدولي الفيفا يعني. فراح رابطه الانديه كسر كلام اتحاد الكوره وقرر تسليم النادي الاهلي درع الدوري داخل ارضيه الميدان. ماشي. طيب، منين رابطه الانديه بتعمل مخطط وبتعمل مؤامره ان هي تسحب منك لقب الدوري علشان تديه البيراميدز او مثلا تديه مثلا لاي حد تاني او لبيراميدز اللي هو الناس كلها بتتكلم على كده؟ ومنين ان اصلا رابطه الانديه اللي هي اصلا في ان الدوري يكون ل ان الدوري يكون لنادي الاهلي يعني. طيب، نقطة تانية برضو، الباشمهندس عادل القيعي بيتكلم وبيقول ان المخطط ده مدار من فترة وي والكلام ده كله، واحنا بنقول لكم ان ده مخطط على الاهلي، وان الناس مش بتحب ان تخلي الاهلي يبقى عنده استقرار، او مثلا ان تخلي الاهلي مثلا مش حابب ان هو يكون عنده تفاهم، وان هو يكون عنده بطولات، وان هو بياخد بطولات بعرقه وجهده والكلام ده كله. حضرتك واغلب الناس الكروي او الغير كروي مع قصة الموسم الماضي الجميع يعلم والجميع لا يغفل ان البطولة السنة اللي فاتت هي من حق بيراميدز. هي البطولة اصلا من حق بيراميدز. اتحاد الكورة اعلن، عفوا، ان رابطة الاندية اعلنت. منورين يا جماعة يلي في اللايف، منورين يا شباب، سعيد وفيصل وكلكم منورين والله. احسن بلد الكويت موريتانيا، شكرا لحضراتكم، شكرا لحضراتكم.
انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الموسم الماضي كان في عدم ذهاب النادي الاهلي لمباراه الزمالك وخصم 3 نقاط المباراه، وطبقا للائحه خصم 3 اخرى في اخر الموسم. واعلن القرار باللائحه، واعلن القرار بهذه ال هذه ال خلاص اعتمد القرار ان 3 نقاط هيتخصموا من النادي، عدم ذهابه الى نادي الى مباراه نادي الزمالك في القمه. بعدين بحوالي اسبوع او حاجه قرر من رابطه الانديه بالغاء ال3 نقاط الاخرى والاكتفاء ب3 نقاط فقط، وهي عدم ذهابه لمباراه نادي الزمالك. فبيراميدز اتظلم، بعت لاتحاد الكوره بعد لما الدوري خلص والدوري انتهى، بعت لاتحاد الكوره واتكلم وقال انا من حق الدوري والكلام ده كله. طب سؤال دلوقتي، هل الفيفا اعلنت، الفيفا حضرتك اعلنت، الفيفا اعلنت هل ان الدوري من حق بيراميدز؟ لا. هل هي برضو اعلنت ان الدوري ده خلاص للاهلي؟ برضو لا. طب حضرتك انت قلقان من ايه؟ انت كعدل القيعي دلوقتي مسؤول في النادي الاهلي، انت ايه اللي قلقك؟ ايه اللي مخليك خايف؟ ايه اللي مخليك عندك خوف وعندك ارتباك وعندك حاجه زي كده؟ اقول لك ليه الخوف ده جاي منين. لان اغلب مشاكل النادي الاهلي مع الفيفا، واغلب مشاكل الاهلي مع المنازعات والحاجات اللي زي كده في الفيفا دائما الاهلي بيخسرها. هو ما كسبش غير واحده بس فقط، هي كانت بتاعه سليمان كولوبالي اللي هرب من النادي الاهلي بشكل غير طبيعي، وهرب بشكل غير مبرر من النادي الاهلي، وراح ساعتها في التوقيت ده راح للنجم الساحلي التونسي. فهو عدل القيعي مع حفظ الالقاب، يعني مهندس عدل القيعي وباقي الاهلاويه وباقي مسؤولين الاهلي قلقانين وعارفين ان في مشكله بتبقى دايما مع النادي اللي فيه الفيفا، مش تعنت ولا اي حاجه، لكن بتبقى هي ده النظام، لان هم ما بيكسبوش اي قواضي خارج مصر، سواء بقى تبع الفيفا او غيره. لان كان في برضو قضيه سابقه قبل كده من النادي الاهلي ضد عبد الله السعيد والاهلي خسرها برضو. كان في قضيه قبل كده مع ضد برونو سافيو والاهلي برضو خسرها. فالفكره ان هم قلقانين من فكره ان القواضي دائما الاهلي عنده محامي وجيش محامين، وبيراميدز برضو عنده تبع ملاكه الاماراتيين عنده بعض الجيوش الكبيره. لكن حضرتك الفكره كلها برضو الفكره كلها حضرتك ان في قصه كبيره مع النادي الاهلي في فكره ان لما بيترفع عليه قضيه خارج مصر، طبعا الفيفا، يعني ان هو بيخسرها دائما. طيب مش عاوز ازود كتير في الموضوع ده، خلينا نتكلم شويه فنيا عن مباراه الاهلي النهارده اللي هتتلعب بالليل النهارده الساعه 9 بمشيئه الله امام النادي فاركو. وهتكون يعني بعض المباريات الكبيره، وهي مباراه دائما وابدا لها طابع خاص مع النادي الاهلي، وهي نادي طبعا فاركو، واحده من المباريات الكبيره جدا 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 جدا. طيب دلوقتي لما انت بتلعب امام دي فاركو وبتلعب بهذه الطريقه وهذه الشكله وهذه الكيفيه، لو لعبت باسلوب المباراه السابقه مش هتكسب. لو لعبت باسلوب برضو المباراه اللي فاتت انت مش هتكسب. انا عايز اقول لك بس على بعض الاخبار من النادي الاهلي والتشكيل المتوقع، ثانيه واحده بس هقول لكم بالظبط التشكيل المتوقع. طيب في ناس بتتكلم عن التشكيل المتوقع في مباراة النهاردة في النادي الأهلي، والحديث الكتير عن مباراة النهاردة. هيلعب بنفس الطريقة المرة اللي فاتت خوسيه ريفيرو، ولا هيعمل ايه بالظبط؟
هنتكلم مع بعضينا عن، حتى اقول لكم ان شاء الله عن القايمه اللي هي اختارها السيد خوسيه ريبيرو، وهنشوف ايه الدنيا وايه الكلام عن مباراتنا النهارده اللي بالليل. ان شاء الله هكون معاكم لايف بمشيئة الله على تطبيق تيك توك، هعلق على هذه المباراة لايف بمشيئة الله. طيب، عندك ال النادي الاهلي اخباره تشكيل متوقع من خوسيه ريبيرو، 4 تغييرات، وبيفاضل في طريقة هجومية ما بين ديانج وامام، في ديانج انه يلعب يعني، ومفاضلة هجومية. طيب، ايه التشكيل المتوقع اللي ممكن يحصل في مباراة النهاردة امام فاركو؟ احتمالية عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بعد لما غاب في مباراة الافتتاح ولعب مكانه طبعا مصطفى احمد شوبير. هيلعب بمحمد هاني واشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد. في خط الوسط هيبقى نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان، دول 2 في وسط الملعب، قدامهم تريزيجيه واشرف بن شرقي، او قفشه واحمد سيد زيزو، ومقدمة هجومية لجراديشار. طيب، او محمد شريف. طيب، في 6 لعيبه طلعوا من حسابات روبيرو في مباراه فاركو، وايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه، والطريقه اللي بيلعب بيها واللي شغال بيها خوسيه ريبيرو، كل ده ناقوس خطر مع هذا الرجل. في 6 لاعبين طلعوا من حسابات من حسابات مباراة فاركو، سواء بالإصابة أو بالاستبعاد الفني، وهم محمد سيحة حارس المرمى، وعمر كمال عبد الواحد، وياسر إبراهيم للإصابة، ومصطفى العش. واستمرار غياب الثنائي مروان عطية وإمام عاشور علشان الإصابة اللي هي عند كل لاعب منهم، وواحد عمل عملية الفتح، والتاني أصبح قريبا من العودة بعد الإصابة، كانت في مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي، اللي هو إمام عاشور في مباراة كأس العالم للأندية. ساعات قليلة وهنشوف التشكيل الأساسي من خوسيه ريفيرو، هل ياخد أول 3 نقاط النهاردة ولا استمرار للعرض السيء؟ ده اللي هنشوفه. طيب، لو هتسألني أنا كوجهة نظر في مباراة النهاردة، هقول لك تشكيلتي أنا. يعني أنا مش هغير في حراسة المرمى كتير بصراحة. حراسة المرمى ما ينفعش تقعد تغير فيها كل شوية، ما ينفعش كل شوية تفضل تغير في حراسة مرمى. طبعا الكلام ده ما ينفعش. انت بديت بالشناء بمصطفى شوبير، تبدأ وتكمل بمصطفى شوبير، وممكن بعد فترة من الفترات لما انت تبقى راكب الدوري وعندك فرق نقط كتير، ممكن تدي محمد الشناوي بعض الدقائق وبعض المباريات، لان هو حارس كبير ايضا، اكيد لا يرضى بالجلوس احتياطيا لمصطفى شوبير، وهذا لا يغفل من قدرات محمد الشناوي كواحد من افضل حراس مصر في الفترة الأخيرة وفي ال10 سنين الأخيرة. طيب، لو أنا هقول لك على تشكيل النادي الأهلي وهيلعب إزاي ولازم تلعب إزاي، أنا من وجهة نظري الشخصية ألعب ب4-1-4-1. طيب، ليه؟ كل الفرق اللي هتلاعب الأهلي مش هيبقى عندها القدرة الهجومية إن هي تهاجمك. محدش هيلعب قدامك هجوم. كل اللعيبه وكل المدربين هيبقوا بيلعبوا بنظام الزون ديفنس والكاونتر اتاك. هيلعب الاهلي مثلا، لو انا هقول لك دي تشكيلتي يعني من وجهة نظري انا كمعلق، ومن وجهة نظري انا كمشاهد للكرة ومتابع جيد للنادي الاهلي وللبعض الانديه الكبيره مثل الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز والمصري والاتحاد. وبالمناسبه المصري عامل اداء وتاني مباراه على التوالي، وهنيجي للمصري برضه هنتكلم عليه. احنا هنتكلم على كل حاجه، وان شاء الله يكون لايف جيد جدا. لايك بس يا صديقي وشير علشان يوصل لاكبر عدد من اخواتنا، ونستمر في لايفاتنا ان شاء الله على يوتيوب، المنصه الكبيرة وغاية في الروعة. طيب، هنعمل لو انا هقول لك على تشكيلي للنادي الاهلي، هعملها لك بنظام دلوقتي، اوريها لك واقول لك يلعب ازاي بالظبط. طيب، مش عقبال بس ما اظبط الحاجه، هعملها لكم بنظام. هنكتب بس حاجه هنا
ونعملها مع بعض. ادي حضرتك ده الملعب. انا هلعب هنا تمام بمصطفى شوبير ومحمد هاني وياسين مرعي و العش، وطبعا هنا محمد شكري. هيبقى 4 في الخط الخلفي الدفاعي زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. محمد هاني على اليمين والشمال محمد شكري، واثنين في القلب طبعا هيكونوا قلب دفاع، طبعا هيكون ياسين مرعي واشرف هداري او العش. اي حد من الاثنين دول هيلعب وهيأدي بشكل جيد جدا جدا جدا. هلعب ايه بقى يا باشا؟ هلعب واحد بس فقط وهو ديانج في وسط الملعب. هيبقى ديانج فقط لا غير اهو في وسط الملعب. هي تبقى بالمقلوب معلش، بس ايه زي ما انت حضرتك شايف لغايه بس ما انزل الابلكيشن بتاع الملعب وهشرحها لكم بالظبط. طيب هيبقى قدامهم زي ما قلنا لحضرتك ده ديانج كمحور ارتكاز في وسط الملعب. هلعب ب 4-1-4-1 او ممكن كمان العب ب 4-1-3-2. ليه؟ اقول لك ليه. طيب انا هلعب قدام ديانج. لو انا انا بالنسبه لنا ووجهه نظري انا الشخصيه هلعب هنا بن شرقي، وعلى اليسار تريزيجيه، واليمين زيزو، ومقدمه هجوميه لشريف وجراديشار. دي هتبقى التشكيل اللي هلعب بيه قدام النادي قدام نادي فاركو النهارده. طيب هتقول لي انت كده مش انت كده عامل وسط الملعب مخليه في ديانج فقط؟ انت مش مخلي كده ديانج فقط بس اللي يكون عنده النزعه الدفاعيه ان هو يقدر يلم من تحت اللعيبه بتاعتك ويلم من تحت اللعيبه بتاعت الباكات والكلام ده كله، وان يكون الهجمه المرتده عليك هتبقى بصعوبه؟ بص يا صديقي، انا هكون صريح معاك. الاهلي بالتيم الحالي معاه تيم هجومي بحت، تيم قوي جدا 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 جدا. لو انا عاوز أأمن شوية هيبقى مكان بن شرقي هيبقى محمد علي بن رمضان. هيبقى 4-2-2-2. هيبقى محمد علي بن رمضان هيبقى جنب اليو ديانج. هيبقى هنا بن رمضان، هيبقى هنا بن رمضان تمام. وهيبقى التشكيلة 4 ديانج وبن رمضان 2 في وسط الملعب، وقدامهم 2 زيزو وتريزيجيه، وهنحوش طبعا بن شرقي، وهيبقى قدام متواجد شريف وجراديشار. لكن انا بحب ان انت عندك قصه وحكايه هجوميه كبيره جدا. انت عندك قصه وحكايه هجوميه كبيره جدا متمثله طبعا في زيزو، ومتمثله في اشرف بن شرقي وتريزيجيه وجراديشار وشريف. انت ليه ما تستغلش دول؟ وكمان ايه، انت هيبقى عندك قاعد على الدكه بره حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر وليله. فانت الفكره كلها اي فريق هيلعبك مش هيهاجمك بالصوره الكافيه والشكل الكافي والطريقه المعتاده اللي انت متوقعها. فانا ليه ما انزلش من اول نص ساعه انزل تك تك تك؟ خلصت المباراه من الشوط الاول، ومن اول الشوط الثاني يا باشا العب بتوازن. انزل حتى كوكا يلعب جنب ديانج، يلعب محمد علي بن رمضان، انزل مثلا واحد تاني في وسط الملعب لو كان مثلا متواجد مروان عطيه ربنا يشفيه، يعني يبقى موجود 3 في وسط الملعب والعب بتوازن. لكن انا لما انزل اول نص ساعه اي حد هيلعبك هيهاب الموقف وهيهاب الطريقه وهيهاب الاسلوب المعتاد بتاعك. لكن ما تديش فرصه لاي حد يتجرأ عليك زي ما تجرأ عليك مودرن سبورت، له كامل الاحترام وله كامل التقدير. لكن مودرن سبورت امام النادي الاهلي بهذا التيم وهذا السكواد، الجميع كان متوقع ان بكره يقول لك طب النهارده الاهلي هيكسب كام؟ النهارده هيكسب 3، واحد تاني يقول لك ده هيكسب 4. مظبوط، ده مش غرور، ده بدليل قوه السكواد، ده من قوه السكواد المتواجد، ده من قوه السكواد المتواجد داخل النادي الاهلي. طيب هعملها لكم بشكل يعني يكون شكله كويس بالابلكيشن لاين 11، وهيكون افضل من الكتابه. وانا هوريك بالظبط ايه هي الطريقه اللي لو لعب بيها ب 4-1-1 4-1-4-1 يقدر
يأدي اداء جيد جدا، وازاي لو حب يلعب بعد 3 اتنينات هيبقى ازاي يأدي اداء كويس جدا. لكن خوسيه ريفيرو له تشكيله واضحه، بيلعب ب4-2-3-1. دي تشكيله خوسيه ريفيرو من ايام لما كان بيدرب كمان اورلاندو بايرتس. طيب النادي الاهلي لو لعب بالتشكيل اللي انا هتكلم عليه بعد لحظات، هينزل ضاغط، هينزل دايس بنزين، هيبقى هو الاقوى وهو الاشرس وهو اللي عنده القدره الهجوميه، اللي عنده الدافع. وكمان بحاجه برضو يا صديقي حابب برضو اقولها لك، عاوزك برضو تكون عارفها. نشرب بس بق ميه ونظبط مع بعض. انا حابب حاجه، انت عندك دي حضرتك دي حضرتك التشكيل، ده حضرتك التشكيل، ده التشكيل اللي انا بتكلم عليه. هو ده طريقة لعب النادي الاهلي، هو ده طريقة لعب النادي الاهلي. ده اللي انا بتكلم عليه، انه يلعب بالطريقة دي. تمام، ده الطريقة اللي انا بتكلم عليها، وده الطريقة اللي انا بقول عليها. بص يا صديقي، ركز معايا كده شوية، هنجيب ده كده شوية. بص يا صديقي، ادي التشكيل اللي انا بتكلم عليه بالظبط. طيب ده التشكيل. هيبقى هنا محمد هاني، هنا ياسر ابراهيم او ياسين مرعي. ياسر ابراهيم مش هيلعب عشان مصاب، ويبقى هنا مثلا اشرف داري، وهنا طبعا هيكون محمد شكري، هنا محمد شكري. طيب في وسط الملعب ده فقط هيبقى ديانج، ده بس هيكون ديانج، ده هيكون ديانج فقط، فاهمني؟ ده هيكون ديانج فقط، هو القشاش اللي بيلعب وسط الاربعه دول. طيب هنيجي هنا، هيبقى هنا اشرف بن شرقي، ده اشرف بن شرقي، ده اشرف. وهنيجي هنا ده هيكون محمد علي بن رمضان، او ممكن يكون محمد شريف او جراديشار اللي هو يلعب تحتيه على طول. وهنا هيكون تريزيجيه، وهنا هيكون زيزو. دول 4 يلعبوا تحت ديانج. طيب هتقول لي طب ما هو كده ديانج فقط لا غير يا صديقي بيلعب لوحده. هتقول لي كده هو ديانج بيلعب لوحده. هو بيلعب لوحده لكن انت اصلا محدش هيهاجمك بالكم والقدره الكافيه من الهجوم، فانت ليه حضرتك تملى نص الملعب قدام فيه اساسا مش هيهاجمك؟ يعني هو اصلا الفرقه اي فرقه هتلعبها سواء ايا كان مين، مع احترامي للجميع، نجيب ده كده بس، مع احترامي للجميع، مع احترامي للجميع، مفيش حد اصلا هيهاجمك ان انت تعمل حساب ان انت تروح عامل حوالي 3-4 لعيبه في وسط الملعب عشان تأمن. ده موضوع مش مظبوط، ده موضوع مش مظبوط، وده موضوع مش كافي. القدر الكافي من الهجوم ان انت تعمل بهذا الطريقه. لو الاهلي لعب بالتشكيله دي في مباراه النهارده، اقول لك انه الشوط الاول اقل حاجه هيبقى 3 اهداف للنادي الاهلي مرتاح، وينزل يا سيدي الشوط الثاني العب بالطريقه العاديه، العب بديانج والعب بمحمد علي بن رمضان والعب ب3 عادي جدا بطريقتك المعتاده، وحول الطريقه، انت اعملها زي الطريقه دي بالظبط، واعمل نفس الطريقه بهذه الشكل، حولها يا باشا بنفس الطريقه، بس انت اكسب الاول،
انزل ضاغط، انزل دايس بنزين، انزل ضغط عالي، تك تك تك، هتجيب 2 أو 3 أو 4 كمان اهداف وهتكسب مرتاح. ويبقى بالشوط التاني العب بهدوء، العب بطريقتك العادية، والعب بتوازن زي ما انت عاوز يا سيدي. لكن انت بتدي الاحترام الزائد للزوم، مع احترامي برضو لكل الأندية، مع احترامي لكل الأندية اللي مع احترامي لكل الانديه اللي الاهلي هيلعبها. لكن لو انت عاوز تخلص بدري بدري وما تحطش نفسك فقيل وقال، تلعب بنفس الطريقه دي. الطريقه اللي لو لعب بيها النادي الاهلي هيكتسح اي فريق امامه. لما تلعب بديانج فقط في وسط الملعب، وتحتيه اربعه وتحتيه اربعه بالشكل ده، انت عامل، شايف حضرتك؟ انت شايف الشكل اللي انا بتكلم فيه؟ انت شايف؟ بص حضرتك اهو، شايف؟ ديانج فقط هو اللي بيأمن، وكمان هيبقى كمان هو معاه خامس في الزياده، لان هو ما فيش اصلا ضغط جامد جدا. وكمان مدافعينك اصلا هيكونوا طالعين لقدام، الخط الامامي الخط الخلفي هيكون بهذه الطريقه. يعني عندك ديانج هيبقى بالشكل ده، وعندك الاربع مدافعين هيكونوا بالشكل ده، والاربع مدافعين كمان هيكونوا بالشكل ده، محمد هاني ومحمد شكري وياسين مرعي واشرف داري او ياسر ابراهيم، يعني وات ايفر اللي هيلعب يعني. فانت شايف اصلا انت هيبقى الاربع مدافعين بتوعك دول في وسط الملعب، فانت هتبقى بتدافع بهذه الطريقه. وكمان ديانج هيكون معاك كده، انت بتدافع بخمسه برضه، انت كده بتدافع برضه بخمسه. ملهاش لازمه يعني ايه الاحتراس، او ان انت تكون مخلي عامل يعني اقدر اقول لك ايه، مع عنده بيراميدز عنده عناصر جيده جدا 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 جدا، وبيراميدز عنده عناصر يعني بصراحه كويسه جدا 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 في في يعني في لعيبته، يعني عنده عناصر كويسه جدا وعنده لعيبه كويسه جدا 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 جدا. طيب دي تشكيلة الأهلي اللي أنا كنت بتكلم عليها، ودي تشكيلة الأهلي اللي أنا كنت شايف إن تشكيلة الأهلي هي لو لعب بالطريقة دي النادي الأهلي هيكون أفضل جدا الهجومي وبالشكل القوي جدا أيضا، والكاونتر اتاك هيبقى بشكل مميز جدا 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 جدا، مع طبعا تقدر تقول بعض من التوازن، وبعض من الاحتراس البسيط جدا. هتقدر تخلص اي مباراة بشكل سلس وبشكل سريع وبشكل سهل. شوط اول تقدر تاخد منه ال3 نقاط وباداء كمان، اداء ونتيجة. لكن هنشوف خوسيه ريبيرو هيعمل ايه. لكن خوسيه ريبيرو التشكيلة المعتادة بتاعت خوسيه ريبيرو معروفة، بيلعب 4-2-3-1 الصريحة المعتادة، بالوينج رايت والوينج ليفت والمركز 10 البلاي ميكر، وتحت سترايكر سواء شريف او جراديشار، وبيلعب 2 في وسط الملعب. كمان ممكن كمان يلعب ب4-3-3 صريحة، بيلعب مثلا المرة اللي فاتت لعب احمد رضا جنب محمد علي بن رمضان ومحمد مجدي قضية او قفشه يعني. ودي الطريقة اللي لعب بيها كان محمد عفوا روبيرو في مباراة مودرن سبورت اللي فاتت. هنشوف روبيرو هيعمل ايه النهارده، هنشوف خوسيه ريبيرو ناوي على ايه اللي هيلعب بيه النهارده. كل ده احنا مستنيينه، كل ده هنشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم. خلينا نستنى وخلينا نشوف، وان شاء الله تكون مباراة حلوة نستمتع بيها، وفي نفس الوقت نكون منتظرين اداء جيد جدا من تاني مباراة للنادي الاهلي، ونشوف مباراة جيدة. والله فاركو كسب، مليون مبروك. الاهلي كسب، مليون مبروك. احنا ملناش دعوة مين يكسب ومين يخسر، احنا بنتكلم في الشكل العام والشكل المعتاد لبطل القارة الافريقية. طبعا كان النادي الاهلي هو ده اللي بنحلله مبارياته. طيب انا مستني اسئلة حضراتكم، اي حد عاوز يسألني اي سؤال انا موجود. نشوف بعض الاسئلة من حضراتكم.
لايك وشير بس يا شباب، اللي موجود في اللايف لايك وشير علشان بس يوصل لاكبر عدد من اخواتنا، اهلاويه ولا زملكاويه ايا كان، اهلاويه ولا زملكاويه. لايك وشير لو سمحتوا، لايك وشير، لايك وشير يا شباب. ومستني اسئله حضراتكم بالكامل، اللي حابب يسال اي حاجه انا موجود معاه ويسالني اي سؤال. انا موجود ويسالني اي سؤال. ندخل على حاجه تاني. حد عنده اسئله في النادي الاهلي؟ اتكلمنا عن موضوع الاهلي والمحكمه الرياضيه وخوف عدل القيعي وحديث عدل القيعي ان هو قلقان ان لسه يعني ازاي ان ممكن المحكمه الرياضيه تحكم لبيراميدز، ولا الرابطه عاوز يسحب اللقب من النادي الاهلي. كل ده اتكلمنا فيه. مين عنده اسئله تاني؟ مين حابب يتكلم في اي حاجه تاني؟ مين حابب يسال اي اسئله تانية؟ طيب، بكره ان شاء الله، بكره عندنا في بطوله الدوري، بكره عندنا الساعه 9 ان شاء الله نادي الزمالك امام نادي المقاولون في المباراه الثانيه من الجوله الثانيه، و من دوري، وامام طبعا المقاولون العرب، امام المقاولون العرب. بعض الاخبار كده السريعه عن نادي الزمالك ما قبل مباراه المقاولون العرب. الزمالك بيعلن تسويه مستحقات جوزيه جوميز وجهازه المعاون بالكامل. طبعا نادي الزمالك توصل لاتفاق رسمي، مع البرتغالي المدرب المميز، كان مع نادي الزمالك في فترة الموسم الماضي مع جوزيه جوميز. وطبعا كان جوزيه جوميز كان عنده بعض المستحقات من نادي الزمالك كالمعتاد يعني، وقدر ان هو يقدر انه يظبط المستحقات مع نادي الزمالك وما يكونش فيه اي ايقاف للقيد. وده يحسب لجون ادواردز ان هو بيحاول على قد ما يقدر انه ما يكونش فيه اي ضغط على نادي الزمالك، وما يكونش فيه اي ضغط مالي على نادي الزمالك من قضايا او ممكن يكون من حاجات غير جيدة علشان موضوع الصفقات في يناير. لان هو اهم حاجه عنده جون، عاوز يجيب صفقات في يناير، تدعيم برضو الفريق، لانه ما يعرفش الفريق لغايه يناير ايه اللي هيحصل وايه اللعيبه وايه الاداء اللي هيكونوا بيأدوه طبعا لعيبه نادي الزمالك. طيب، يعني نادي الزمالك عنده مباراة قوية جدا 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 ايضا لاثبات الذات امام نادي المقاولون العرب بكرة، بعد بكرة بمشيئة الله الساعة 9. كسب المباراة اللي فاتت كان نادي الزمالك، كسب نادي الزمالك المباراة اللي فاتت سيراميكا كليوباترا بهدفين لناصر ماهر ومحمد حتى، اللي بالمناسبة اتاخد احسن هدف في الجولة الماضية. محمد الهدف من وسط الملعب، وكانت مباراة حلوة، مباراة مميزة جدا جدا جدا، ولكن كان في شوطها الثاني فقط. شوط اول كان رتمه بطيء، الزمالك كان بيبطئ الرتم بشكل غريب جدا 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 بسبب محمد صبحي وحسام عبد المجيد في الخط الخلفي، لكن وطبعا عبد الله السعيد اللي له كل التقدير والاحترام. لكن خلاص عبد الله السعيد يعني لا يعني اخره يلعب ربع ساعة بالكثير تلت ساعة، ينزل يلم لك الدنيا في نص الملعب في الشوط الثاني. لكن يبدأ اعتقد هذا الموضوع صعب، والموضوع ده مش منضبط انه يكمل على طول وانه يلعب على طول. عبد الله 70 سنه او 40 سنه، الموضوع صعب شويه على عبد الله السعيد الصراحه. فالفكره كلها ان الزمالك بيحاول ان هو يقدر يحاول يلحق نفسه انه ما يكونش اي عليه اي غرامات او اي مبالغ ماليه، علشان انه يقدر يجيب صفقات
في الموسم الجديد، ويجيب صفقات كويسه في يناير علشان يقدر انه يجيب. فلو هو هيجيب لعيبه في يناير، او هو هيجيب لعيبه في الانتقالات الشتويه، لازم ما يكونش عليه اي قواضي وما يكونش عليه اي حاجه طبعا من اي نادي. طيب، الزمالك يعني تقدر تقول النهارده عن تسويه مستحقات جوزيه جوميز وجهازه المعاون البرتغالي، اللي هو تولى الفريق في شهر ديسمبر 2024. كان عنده مستحقات متأخرة ومستحقات قديمة، يعني قبل ما يرحل، بعد ما رحل ولا ايه. وكان رفع قضية عند الفيفا ولجنة طبعا المنازعات في الفيفا. والفيفا كان اعلن في وقت سابق ان مفروض الزمالك يسدد لجوزيه جوميز، اللي لعب 45 مباراة في ولايته، واخد بطولة الكونفدرالية واخد بطولة السوبر الافريقي من الكبير النادي الاهلي، في مباراة كانت ملحمية لنادي الزمالك، وكانت مباراة يعني ماشية بالدلع مع لعيبة النادي الاهلي، ان هم كانوا نازلين هنكسب الزمالك في اي توقيت واي وقت. لكن دي مش كورة، ودي الكورة لازم تحترم الخصم بتاعك حتى لو كان بيمر بظروف مش مظبوطه. وده اللي حصل. الزمالك كسب في هذه الفتره السوبر الافريقي الموسم الماضي، كسب كان الكونفدراليه قبلها. ده كله كان مع جوزيه جوميز، كله ده كان مع جوزيه جوميز، واحد من المدربين المميزين اللي عدوا على نادي الزمالك، ثم رحل الى النادي السعودي في الفتره اللي فاتت. وان الايام اللي فاتت شهدت تواصل بين الاداره الرياضيه بقياده جون ادوارد والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز لانهاء الامور بصفه وديه بين الطرفين. والموضوع وصل لمراحل طبعا كان متقدمه جدا، وان قدر الزمالك ان هو يقدر يسوي المشكله مع جوزيه جوميز، وانه ما يكونش علينا اي قواضي ولا يكون موجود اي ايقافات للقيد في الفترات اللي جايه. والموضوع ده برضو بيتم مع ابراهيم انداي واللاعب البولندي ميشالك او ميهالك، زي ما كان في معلق رياضي كان بينطق اسمه يقول لك كونراد ميهالك. فالزمالك نجح بقياده جون ادوارد ان هو يقدر يسوي الموضوع ده مع جوزيه جوميز، ان هو يحاول على قد ما يقدر ان ما يكونش علينا اي مشاكل في قواضي او اي حاجه من الحاجات دي. فالزمالك نجح من هذه الطريقه ان هو ما يقدرش يكون عليه اي مشاكل ولا عليه اي حاجه. و حكام مباراه بكره لنادي الزمالك والمقاولون هقوله لكم دلوقتي. المباراة الساعة 9 زي ما قلت لحضراتكم بمشيئة الله. عبد العزيز السيد هو حكم للفار، وحكام المباراة هقولها لكم برضو دلوقتي. اختارت محمد عباس قبيل حكم للساحة، ومحمد مجدي سليمان مساعد أول، ومحمد علي علاء مساعد تاني، وعبد الحكيم ناصر حكم رابع، وعبد العزيز السيد في غرفة الفار، وكيرولس نزيه المساعد لغرفة الفار. ودي حكام النهاردة. وآخر مباراة جمعت بين الزمالك والمقاولون كانت في الجولة 19 سنة 2023 الموسم قبل الماضي، واللي كان قد حسمها الذئاب لصالحه لو تتذكرون 2-1، وكان عماد النحاس هو اللي بيدرب نادي المقاولون العرب. وفي هذا الموسم هو هبط كان للدرجة الأولى المحترفة في الدرجة الثانية، وصعد بعدها بموسم بالظبط بعد بناء الفرقة وطبعا للمقاولون العرب وصعوده من الدوري الدرجة الثانية. نادي كبير لا يليق به ان هو يكون متواجد في الدرجة الثانية. طيب، في مخاوف ليانيك فريرا من لعيبة الزمالك.
هتسالني تقول لي ايه المخاوف يا ابو الكباتن؟ ليه يعني؟ ايه اللي حاصل يعني؟ هقول لك انا. الفترة اللي فاتت دي كلها في فرحة شديدة من لاعيبة نادي الزمالك وإداريين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك والإعلاميين المنتمين لنادي الزمالك، وكأن الزمالك كسب بطولة الدوري. جوزيه جوميز كان في المحاضرة اللي فاتت عنف اللعيبة على الفرحة الشديدة اللي كانت موجودة في نادي الزمالك. فهو بيتكلم بيقول طب انتوا ازاي او انتوا ليه الفرحة الشديدة دي؟ انا دي حاجة قلقاني، عاملة قلق عندي من الفرحة الشديدة من جمهور نادي الزمالك ومنكم انتوا كلاعيبة برضو. فطلع بعض الاعلاميين بيتكلم بيقول هي مش فرحة، ولكن هي بعض من الاطمئنان شوية على بعض اللعيبة، وان في اداء جيد الى حد ما وفي تركيز شوية من اللعيبة، حتى لو كان مستواك الفني اقل من المرجو منه او اقل من المطلوب، لكن ان الجميع كان ينتظر خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا اللي عنده من اللعيبة والمدير الفني كمان المتواجد هو الكابتن القدير طبعا، الكابتن طبعا علي ماهر. فالجميع كان بيتكلم بيقول ان الزمالك كان الجميع ينتظر عن خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا. فعلشان كده الفرحة مش كبيرة، هي مش فرحة ان الزمالك خد بطولة دوري او خد له بطولة ان هو بالفرحة دي، الا هو ان انت اطمنت شويه او حسيت ان انت عندك الى حد ما الفرقه مركزه والفرقه واخده بالها كويس والفرقه عاوزه تكسب والفرقه عاوزه تعمل حاجه. وكمان لما نزل الشوط الثاني، هو الشوط الاول كان فقير فنيا بالفعل، يعني الشوط الاول كان فقير فنيا، ما كانش فيه القوه اللازمه ولا كان فيه الدقه اللازمه من اللعب ولا البساط ولا التحركات ولا الهجمات، هو الا كوره واحده لفخري لقاي جابها في العارضه، والثانيه من تسديده لمحمد شحاته المتالق اللي بحييه وبديله افضل تحيه، ربنا يبعد عنه الغرور والاصابات ويستمر بهذه المهارات وبالطريقه المميزه اللي بيلعب بيها في الفتره اللي فاتت. وبصراحه هو ناهي الموسم مميز جدا مع نادي الزمالك، هو من واحد من افضل لعيبه الزمالك الموسم الماضي. فعلى اي حال الفكره ان هي مش فكره ان انت كسبت فانت مبسوط، الفكره كلها ان انت كنت خايف من المباراة. الجميع ينتظر السقوط للزمالك من سيراميكا كليوباترا، وانت بتفاجئ الجميل وليس هي مفاجأة. انت فاجئت الجميع ولكنها هي اصلا مش مفاجأة، الزمالك هو الطبيعي ان يكسب. لكن الفكرة كلها ان الناس كانت متوقعة وشايفة ان النهاردة سيراميكا عندها فخري لقاي وعندها اسلام عيسى وعندها عمرو السولية وعندها كريم الدبيس وعندها في حراسة المرمى محمد بسام وعندها في اللعيبة المتواجدة في بعض اللعيبة افضل من لعيبة نادي الزمالك بالمناسبة يعني. فالجميع كان مستني سقوط الزمالك، الجميع كان مستني خلاص، الجميع مستني خسارة الزمالك القريبة او في القريب العاجل. الزمالك كان هيخسر من سيراميكا، كل الناس قالت لك بداية صعبة على الزمالك والزمالك هيخسر من سيراميكا والزمالك. فلما الزمالك كسب الناس اتفاجئت. وزي ما بقول لك تاني هي مش مفاجأة، ده الطبيعي ان الزمالك هو اللي يكسب، نادي كبير، نادي عظيم، تاريخه وإرثه كبير في الكرة المصرية. لكن ظروف نادي الزمالك دائما وأبدا غريبة وصعبة جدا جدا جدا، دائما وأبدا بتمر بيها الجمهور أكتر من الإداريين أو اللاعبين. دائما جمهور الزمالك بيكون في حالة صعبة من لما بيخسر أو النتائج السلبية بتكون متتالية، فالموضوع بيكون صعب شويه. لكن على اي حال الزمالك كسب سيراميكا كليوباترا. شوط اول اداء مش جيد، الشوط الثاني اخر نص ساعه كان اداء الى حد ما مقبول بنزول اللعيبه والصفقات الجديده. ادم الكايد اللي الجميع اثنى على هذا اللاعب الفلسطيني من ادائه ومهاراته وثقته بنفسه، كمان لعيب كوره تحسه لعيب خماسي كده، ان هو بيقدر يستلم في المساحات الضيقه، يقدر كمان يعمل كنترول كويس قوي في المساحات الضيقه، يقدر يطلع بالكوره في المساحات الضيقه بشكل جيد، يقدر يتحرك كمان تحركات تحت تحت لعيبه وسط الملعب للفريق الخصم بشكل جيد، بيستلم كمان من ناحيتهم، بيلعب في مركز 10 ومركز 8 والهاف اليسار الهاف الشمال يعني. فالجميع كان مستني سقوط الزمالك، فالزمالك كسب. نزل عبد الحميد معالي كمان اللاعب المغربي الهاف اليمين اللي جابه الزمالك مكان زيزو، وطبعا موجود البرازيلي خوان ألفيا
الفينا او الفيا، خلينا نقول خوان بس. فاللعيب البرازيلي ده وصل وبيتمرن، والجميع بيتكلم عليه، بيقول لك هو قصير شويه بس لعيب كوره جامد قوي. يعني الجميع بيتكلم عليه، بيقول لك ده هيعوض غياب اساسا مش زيزو، لا ده هيعوض غياب شيكابالا. قال لك هتحس ان شيكابالا بيلعب في عز عزه، ايام ما كان شيكابالا حاجه يا جماعه حدث ولا حرج يعني. فالقصه كلها عكس المتوقع، والزمالك دائما هو عكس المتوقع. بيكسب سيراميكا وبياخد 3 نقاط غايه في الاهميه في بدايه الدوري. لازم الزمالك في مباراه الغد يثبت انه ناوي على المنافسه بشكل كبير وبكل قوه، وان هو اللي يكون له الغلبه، اللي يكون له الغلبه والقوه في طبعا بدايه احداث الدوري، وان هو تاني اسبوع لازم يكسب وتالت اسبوع لازم يكسب و لغايه لما ياخد الثقه واللعيبه تاخد الثقه وتبقى حاطط قدم وبقوه في منافسه على كل البطولات اللي تشارك فيها، لان هو هذا هو نادي الزمالك. فكان بيتكلم زي ما قلت لحضراتكم مدرب نادي الزمالك اللي هو كان يانيك فيريرا، بيتكلم مع اللعيبه في المحاضره الاخيره بتاعه امبارح، بيقول لهم انتوا ليه مبسوطين قوي كده، انتوا ليه فرحانين قوي كده. بعض من اللعيبه اتكلمت قالت احنا مش مبسوطين، احنا بنرد على الناس اللي كانوا بيقولوا ان احنا هنخسر سكور من سيراميكا كليوباترا، ان احنا افضل واحنا الزمالك واحنا نادي كبير واحنا نادي لازم بينافس على كل بطوله. فدي مش فرحه يا كابتن فيريرا، لكن هي ما هو الا اثبات للذات واثبات لثقه اللاعبين وثقه نادي الزمالك ترجع تاني. ولازم انت كمان تبقى عارف ده، ان انت مدرب لنادي الزمالك بتنافس على كل بطوله، مفيش مشاكل لما ان انت كسبت مباراه دي، ما فيهاش اي مشكله، مفيش مشكله ان انت تبقى قلقان. ده اكيد الخوف ده صحي من المدير الفني لنادي الزمالك، لكن الفكره ان تفرح ما فيش مشاكل، لكن ما يكونش في افراط في الفرح. هيبان جدا جدا في مباراه بكره هل الفرحه دي هتاثر على مباراه بكره ومباراه نادي الزمالك بالطريقه وبالشكل الكبير اللي كان بيحتفل بيه جمهور نادي الزمالك بالاداء والاداء الجيد بعد نزول ادم الكايد والصفقات الجديده عبد الحميد معالي، وطبعا هو بالاداء الجيد اللي ظهر فيه الاثنين لعيبه. الجميع كان ينتظر طبعا قدوم وظهور اللعيبه الجديده. ظهر فقط من الصفقات الجديده هم 3 لعيبه، ظهر تشيكو بانزا وظهر طبعا ادم الكايد وعبد الحميد معالي في مباراه سيراميكا اللي فاتت، والجميع ينتظر ظهور الصفقات في الايام اللي جايه. ويانيك فيريرا واضح كده ان هو بيدخل الصفقات يعني تدريجيا، بدأ ال3 لعيبه دول. ممكن المباراه اللي جايه ممكن نشوف مهدي سليمان على فكره، ممكن يكون هو في حراسه المرمى، ممكن نشوف ممكن محمد اسماعيل في قلب الدفاع، ممكن نشوف ممكن نشوف البرازيلي خوان لسه من كام يوم اللي نزل التدريبات، ممكن نشوف عدي الدباغ اللي الجميع ينتظر هذا اللاعب تحديدا، اللاعب عدي الدباغ الفلسطيني. هنشوف الايام اللي جايه هترسي على ايه مع نادي الزمالك، هل هيدخل في المنافسه بشكل قوي ولا خلاص هيبقى هي مباراه وعدت يعني، ولا ايه؟ خلينا نشوف وننتظر ونستنى ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه. وهل نادي الزمالك هيبقى داخل بقوه في المنافسه، عاوز يعمل حاجه لنادي الزمالك؟ اللعيبه دي عاوزه تعمل حاجه، عاوزه تعوض الجماهير الموسم اللي فات عن الاخفاق من خروج من الكونفدراليه والخساره وكمان مش تاني دوري، كمان تالت دوري لتالت سنه توالي تلعب كونفدراليه. هنشوف الايام القليله القادمه ايه اللي هيحصل وايه هيجرى، ايه اللي هيتم في الايام اللي جايه ما بين نادي قرار يكون متواجد دائما وابدا في نادي الزمالك. مستني اسئله وهقول لكم على التشكيل المتوقع لنادي الزمالك بكره. مستني اسئله حضراتكم، لو حد عنده اي اسئله نتكلم مع بعض نتناقش مع بعض، وهقول لكم على تشكيل نادي الزمالك بكره. وهتكلم شويه عن مباراه بيراميدز اللي بالامس وكنت بعلق عليها برضو، فهنستنى مع بعض
اسئله حضراتكم. اللي حابب يعمل اي اسئله ما تنساش بس اللايك والشير والسبسكرايب للقناه علشان نستمر وعلشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله اللايفات دي تستمر دائما وابدا بمشيئه الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نكون معاكم على طول، نكون في افضل صحه وافضل حال مع بعض، وتكون دائما وابدا احنا مع بعض ونتكلم في كل حاجه ولكن بالاحترام والادب، وملناش دعوه بالناس اللي بتغلط والناس اللي بتشتم والناس اللي بتطلع تتريق والناس اللي بتغلط في الزمالك والناس اللي بتغلط في الاهلي والاهلاوي المتعصب والزملكاوي المتعصب. احنا ما بنحبش الكلام ده. احنا عاوزين فقط لا غير ان الكرة المصرية تكون في افضل حال علشان منتخبنا الوطني يكون كويس، ان احنا نقدر كمان لو صعدنا لكاس العالم، وان شاء الله هنصعد كاس العالم، ما نكونش بس في التمثيل المشرف المعتاد اللي احنا دايما بنقول عليه، بنروح بس كده 3 ماتشات وترجع. فلا، شفتوا المغرب، منتخبنا العربي الكبير المغرب وصل لنص نهائي كاس العالم ولكن خرج، ولكن لعب على الثالث والرابع واخذ رابع كاس العالم. رابع العالم بالفعل، ليست مسمى ولكن هو فعلا رابع العالم بالفعل. وان شاء الله عاوزين منتخبنا المصري يكون زي المنتخب المغربي، واحنا مش قليل، احنا مش اقل من المنتخب المغربي علشان نكون تمثيل مشرف فقط لا غير في المحافل اللي زي دي. مستني اسئله حضراتكم، ولايك وشير يا صديقي، لايك وشير لو سمحت، لايك وشير من فضل حضرتك. طيب، وبرضو عندي فقرة بسيطة خفيفة، هنلعب لعبة مع بعض. اللي حابب يلعب معايا يكتب أنا في الكومنتات، اللي حابب يلعب معايا يكتب أنا في الكومنتات، وهنتكلم شوية وهنلعب شوية في حاجات حلوة. برضو لسه اللايف قاعد له حوالي 40 دقيقة أو حاجة، وعلشان بس يقدر ونقدر إن إحنا نأدي في الفترات اللي جاية. محتاج الدعم بس من حضراتكم باللايك، انت تشير بس. طيب، تشكيل الزمالك المتوقع بكره انا هقول لك برضو بنفس الطريقه ونفس الشرح اللي انا شرحته ل يانيك لخوسيه ريبيرو. هقول لك برضو نفس الطريقه اللي ممكن نادي الزمالك يلعب بيها الموسم في مباراه بكره. هقول لك الطريقه اللي هو ممكن الزمالك يلعب بيها في مباراه بكره. الزمالك بيلعب بتشكيل دائما متوازن شويه. هتقول لي طب اشمعنى ما ده الاهلي برضو؟ انا معاك، ما هو زي الاهلي، ده اكيد زي الاهلي، بس الفكره في ايه؟ الفكره في عناصر الاهلي. عناصر الاهلي لعيبه ما شاء الله كواليتي عالي جدا 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 في كل مكان، في كل مركز، في كل ركن، يعني زي ما بيقولوا في 1 و2 و3. لكن لعيبه نادي الزمالك لسه مش بالخبرات الكبيره اللي تتيح لنادي الزمالك انه يلعب بهذه الطريقه، انه يلعب ب 4-1-4-1. فهو الزمالك بيلعب ب 4-3-3 كالمعتاد، تشكيله يانيك فريرا و2 اطراف زي ما قلنا لحضراتكم. ودي التشكيل اللي ممكن يانيك فريرا يلعب بيها مباراه بكره امام المقاولون العرب. دي التشكيل اللي ممكن يلعب بيها مباراه بكره امام المقاولون العرب. هيكون في حراسه المرمى اعتقد هيبقى محمد صبحي برضه، قدامه حسام عبد المجيد والونش، على اليمين عمر جابل، والشمال طبعا محمود بن تايك. قدامهم 3 في وسط الملعب، قدامهم 3 في وسط الملعب. ال3 دول هيبقى محمد شحاته
وهنا ناصر ماهر، وهنا عبد الله السعيد، او زي المباراه اللي فاتت محمد شحاته ودونجا وعبد الله السعيد. انا اتمنى يكون محمد شحاته وناصر ماهر، وهنا ادم الكايد، اتمنى ده. وهنا الولد البرازيلي اخوان، وقدام عدي الدباغ، وطبعا هنا تشيكو بنزا. هتقول لي دي تشكيله الزمالك، هقول لك لا، دي مش تشكيله الزمالك، دي تمنياتي انا بتمنى الزمالك يلعب بالطريقه دي، انا بتمنى الزمالك يلعب بالاسلوب ده، هيبقى فرقه كويسه وهتلعب كره كويسه، ممكن كمان تخلص المباريات من بدايه الشوط الاول وتلعب في الشوط الثاني بهدوء، وتقدر ان انت تركز، وتقدر ان انت تكون بشكل مميز عن الفترات اللي فاتت. طيب هتقول لي يانيك فريرا هيلعب ازاي؟ هيلعب زي ما قلت لحضرتك، زي ما انت شايف كده بالظبط، زي ما انت شايف كده 4-3-3. 4 هيبقى في خط الظهر حسام عبد المجيد والونش، يمين عمر جابر، وشمال هيكون محمود بن تايك، وفي وسط الملعب هيبقى محمد شحاته ودونجا، قدامهم عبد الله السعيد، في اليمين هيبقى ناصر ماهر، والشمال اعتقد ممكن بعد اللي عمله تشيكو بانزا ممكن يخليه احتياطي ويلعب بادم الكايد، وممكن يكون ناصر منسي مهاجم او عدي الدباغ. دول اضيق الاختيارات. وفي اختيارات يانيك فريرا، هتقول لي بصمه يانيك فريرا ظهرت؟ اقول لك لا لسه، لكن واضح ان الراجل عنده افكار هجوميه، الراجل مدرب شاب صغير في السن، ممكن يكون لسه ما ظهرتش البوادر الهجوميه بتاعته، لكن هو مدرب واضح جدا انه هجومي، واضح جدا انه بيحب الهجوم، انه يعني بيحاول انه على قد ما يقدر يكون متوازن زي ما انتوا بتشوفوا، عشان بيلعب بدونجا ومحمد شحاته 2 في وسط الملعب، مع اني برضو الانديه اللي بتلعبك مش هتهاجمك قوي، ولكن برضو بيبقى فيه شويه تجرؤ عليك بسبب ان انت اسكواد بتاعك، مع احترامي يعني للجميع، مش اسكوادك مش الاسكواد القوي زي النادي الاهلي، مش الاسكواد المرعب زي النادي الاهلي، لكن هو بيلعب بالاسلوب ده، هو اللي بيلعب بالاسلوب ده، متوازن زياده عن اللزوم شويه، لكن هنشوف اداؤه بكره امام نادي طبعا نادي المقاولون العرب. طيب اقول لك انا بقى، لو هتكلم على طريقه يانيك فريرا، انا مش عاجبني فكره ان عبد الله السعيد يكون متواجد على طول في الملعب. عبد الله السعيد خبره، الالفا على راي الكابتن رحمه الله عليه الكابتن محمود بركي، يقول لك ده الالفا، كابتن محمود بكر ولا ايه، يقول لك ده الالفا بتاع الفرقه، ده الخبره، ده الكبير، زي كان شيكابالا، زي ما كان الزمالك بيعامل شيكابالا في اخر سنتين، ربع ساعه تلت ساعه، اعمل نفس الطريقه دي مع عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد ينزل يلم لك الفرقه حواليك، لو انت كسبان يهدي اللعب، هو اللي يسرع الريتم وهو اللي يبطأ الريتم، لكن ما يبدأش المباراة، لأن كبر السن وعامل السن يا جماعة بيبقى له دور كبير جدا جدا جدا، دي حاجة معروفة ودي حاجة معترف بيها، ان يكون عامل السن ده بيبقى صعب جدا 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 جدا. عامل السن ده بيبقى صعب بسبب دلوقتي الكرة متغيرة عن زمان، الجري كتير، التحولات كتير، فعبد الله السعيد كمان بيلعب يعتبر في وسط الملعب، فالموضوع صعب جدا انه يقدر يجري بالفم المليان يعني كده، انه يقدر يجاري عيال صغيره عشرينات و18 و19، فالموضوع بيبقى طبعا صعب جدا جدا جدا. فانا افضل لو انت هتلعب بنفس الاسلوب، يبقى في وسط الملعب ماشي دونجا جنب شحاته، وقدامهم ناصر ماهر او احمد حمدي، في اليمين يكون خوان البرازيلي، والشمال يكون شيكو بنزا او ادم الكايد، وقدام عدي الدباغ، ويكون دكه البدلاء عبد الحميد معالي، ويكون موجود محمد اسماعيل والرفاق اللعيب وناصر منسي والجزيري والكلام ده كله اللي يكونوا متواجدين. لكن برضو عندي رساله لسيف الجزيري، انت يا سيف مش راضي تتعلم من اخطائك، برضو مش متعلم من اخطائه خالص. سيف الجزيري مش حابب ان هو يكون يعني له مش مركز خالص، ما عندوش تركيز، ما عندوش يعني تحس ان هو بيلعب كده بار وعتب، عاوز بس يمشي. فجون اودوارد برضو بيحاول على قد ما يقدر انه يمشيه، لكن لسه
الموضوع ما مش مظبوط، لكن على اي حال حتى الان نادي الزمالك، سيف الجزيري متواجد في نادي الزمالك وخلاص. يعني سيف الجزيري موجود في نادي الزمالك و خلاص. يعني ما فيهاش تقدر تقول اي حاجة، وخلاص هو موجود في نادي الزمالك لغاية نهاية عقده. هنشوف ايه اللي هيحصل معاه في يناير من جون ادوارد هيعمل ايه بالظبط، انا هنشوف مع بعض. طيب، حابب اتكلم شويه في صفقات نادي الزمالك، وكان احتياجاته ايه اكتر، واحتياجاته ايه ما جاتش كويس، ومين ممكن يجي في يناير، ومين ممكن ما نقدرش نجيبه كمراكز، لان احنا ما نعرفش لعيبه، لان ما حدش يقدر يدخل جوه تفكير جون ادوارد. لان جون ادوارد بيوديك في حته وفي الاخر هو يجيب حد تاني من مكان تاني يعني. ف صفقات الزمالك كانت متوازنه شويه. حراسة المرمى جاب لك حارس، لانه كان ممكن يمشي صبحي، كان احتمال كبير كان هيمشي، وممكن يمشي برضه في اي توقيت. جاب مدافع برضه علشان حسام عبد المجيد برضه ممكن يمشي، وكمان جاب مدافع كويس محمد اسماعيل من نادي زد. وطبعا لو هنتكلم، نادي الزمالك محتاج باك رايت ده اكيد، محتاج باك ليفت ده اكيد، في وسط الملعب محتاج ديفندر، جاب احمد ربيع وبيلعب جنبه دونجا مع محمد شحاتة. وقدام شوية جاب ادم الكايد وعبد الحميد معالي، وطبعا عدي الدباغ وتشيكو بانزا. دول التشكيل اللي يشكله جون ادوارد في الانتقالات الصيفيه. طبعا الزمالك محتاج هاف ليفت تاني مكان تشيكو بانزا. هتقول لي موجود عدي موجود سوري ادم الكايد. هقول لك ادم الكايد صنع العاب على فكره، مش هاف شمال، لكن هو بيأدي كويس، وهو لعيب كويس، وهو لعيب قوي، لعيب سريع، لعيب مهاري، واضح جدا من ادائه والكنترول العالي بتاعه. الكنترول العالي بتاع ادم الكايد واضح جدا ان هو لعيب كويس. تشيكو بانزا ادى اداء مش وحش ومش كويس في نفس الوقت. لازم يهدى، لازم العصبيه بتاعته تهدى. معلش، انت اول مباراه ليك اديت انطباع للجمهور ان انت بتاع مشاكل، طبعا ده ما ينفعش، انت بتلعب في نادي كبير. تاني حاجه، هو برضو اللعيبه لما يكون لعيب جديد، وفي الصفقات الجديده تحديدا، بيبقى اللعيب عاوز يطلع كل حاجه عنده، بيبقى عاوز ان هو يخلي نفسه ان هو يكون كانه يعني تقدر تقول عاوز يعمل كل حاجه في المباراه، يسجل ويصنع ويجيب اجوان، وعاوز يطلع ياخد هداف الدوري من اول مباراه. فهو حقه برضه ان هو عاوز يعمل كده، لكن لما يحصل تبديل ما فيش اي اعتراض، تطلع على طول. دي تبديل، ودي وجهة نظر المدير الفني، ولو كان مش مقتنع بيك ما كانش لاعب بيك من الاساس. تمام. دي رسالتي كانت لتشيكو بانزا، وان شاء الله في الايام اللي جايه يكون كويس ويهدى كده وما يكونش فيه اي مشاكل خالص. ونتمنى التوفيق لكل الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. عندنا بيراميدز حامل اللقب، والنادي الاهلي ايضا بطل ابطال هذه القاره وسيد القاره على الاطلاق في دوري ابطال افريقيا. اما الكونفدراليه متواجد ايضا حامل لقب البطوله، هذه البطوله مرتين نادي الزمالك، والاتنين من نهضة بركان. ومعانا طبعا النادي المصري، اللي انا جاي لك للنادي المصري هنتكلم شوية. النادي المصري البورسعيدي بيأدي اداء كويس جدا 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 مع المدير الفني التونسي. هقول لكم بالظبط الاداء اللي بيعمله الفريق البورسعيدي. بيعمل بصراحة أداء جيد جدا جدا جدا، أداء مميز، أداء جميل جدا 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 جدا. بالأمس كسب 3-0 امبارح في المباراة اللي أقيمت كانت الساعة 9:30. كان نفس التوقيت امبارح أقيم، كان 4 لقاءات. مودرن سبورت يتفوق على الاتحاد السكندري، ودي واضحة جدا ان مودرن سبورت مش هيكون مودرن بتاع السنة اللي فاتت اللي كان بيخسر من اي فريق، وان كان هبط بالفعل، ولكن لولا الغاء الهبوط لكان هو دلوقتي بيلعب في الدرجة الثانية. كان زمانه بيلعب في الدرجة الثانية، لكن موجود بيحاول ان هو يقدر يعمل على قد ما يقدر
بهذه الامكانيات اللي معاه، وعلى قد امكانياته كسب الاتحاد امبارح 2-1 وتعادل مع الاهلي في الموسم في اول مباراة في الموسم. وزد تعادل مع سيراميكا كليوباترا، سيراميكا المستوى مش هو المستوى، وزد طبعا تاني تعادل بعد المباراة الأولى لما انتصر على المقاولون العرب. بيراميدز ينتصر على الإسماعيلي في مباراة أشبه بالفويح نقاط. طيب بعد كده طلع الجيش مع المصري الأداء ولا أروع ولا أحلى. المصري البورسعيدي يسجل 3 أهداف وثلاثية جديدة، وأيضا بتسديدة ثالثة من محمد مخلوف. هدف ثالث كان مميز جدا وهدف رائع جدا على فكرة بالمناسبة، هدف من الأهداف الحلوة الساعي في المباراة السابقة. وامبارح طبعا كان محمد مخلوف لاعب وسط فريق نادي المصري البورسعيدي بأداء مميز وأداء جيد جدا 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 جدا. المصري البورسعيدي يستني الاتحاد الليبي منافس المصري المحتمل. هيكون اعتقد الاتحاد الليبي هيبقى مباراة كبيرة جدا 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 ومباراة قوية جدا. الاتحاد الليبي يعني انتصر في بطولة الدوري، مبروك طبعا للاتحاد الليبي بطولة الدوري الليبي، وهيلعب قدام المصري بنسبة كبيرة في مباراة الصعود في البطولة. المصري بيواصل طبعا انطلاقة المميزة ليه في الدوري، 6 نقاط العلامة الكاملة من مباراتين، 3 نقاط من بداية الدوري. بصراحة أداء جيد جدا 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 عامله المصري البورسعيدي. وطبعا المصري في طبعا المقدمة في مقدمة الجدول مع نبيل الكوكي طبعا المدير الفني التونسي. المدير الفني السابق طبعا كان ليانج افريكانس في المباراة اللي أقيمت أمس امبارح مع طلائع الجيش. ثلاثية كانت مميزة جدا جدا جدا. هل هنشوف السنة دي المصري بينافس بقوة ولا زي المواسم اللي فاتت بدايات فقط؟ هل هنشوف المصري بينافس بكل قوة ولا دي بدايات فقط؟ هنشوف. كل الأيام جاية وكل المعطيات هتبان، وزي ما يقول لك كله على المفتشر، يعني هيظهر كل حاجة. هنشوف مين اللي هينافس بقوة ومين اللي هيكون بس يحاول يدخل في المربع الذهبي لدوري المصري. زي ما انتم حضراتكم عارفين الدوري المصري معمول بمجموعتين، وانا اتكلمت قبل كده في لايف كان سابق قلت ان الدوري المصري صراحة النظام الحالي ده نظام ظالم، بسبب ان الفرقتين هم 21 فريق. ليه حضرتك لما تيجي تعمل القرعة تعمل 7 بس هينافسوا على لقب الدوري و14 فريق هينافسوا على الهبوط او مجموعة الهبوط وهينزل منهم 4؟ ليه؟ يعني ايه الفكرة ان انت خليت 14 فريق هينافسوا على الهبوط و7 فرق بس هم اللي هينافسوا على بطولة دوري نايل؟ طب ما كان ممكن تعملها زي الموسم الماضي لما عملت مجموعتين 9 و9 لانهم كانوا 18 فريق. فانت اللي عملت كده لما انت لغيت الهبوط، فانت خليت مفيش عدل بصراحة، مفيش عدل تقدر تقول، مفيش كان يعني ما اقدرش اقول لك ان كان في عدل بصراحة في القرعة، لكن انا شايف ان القرعة دي مش عادلة خالص، مفيش اي عدل تماما 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 في القرعة. لكن اتعملت 7 فرق في المجموعة اللي هتنافس على بطولة الدوري، و14 هينافسوا على بطولة تجنب الهبوط او صراع الهبوط. هينزل منهم 4 فرق ل طبعا دوري الدرجة الثانية. ف النظام حلو، النظام جديد كويس، لكن غير عادل. الموسم الماضي كان كويس مش بالقدر الكافي، لكن على الاقل كان 7 9 هنا و9 هنا، كان بيبقى فيه فرقة باي. وانت عندك السنة دي برضو ال21 فرقة هيلعبوا مع بعض، في كل فرقة بتبقى كل اسبوع باي، لانها هي بتبقى 21 هتلعب مين؟ هتلعب نفسها طبعا لا، فبتبقى باي.
يعني عندك تقريبا بيراميدز باي في الاسبوع السادس، تقريبا باي في الاسبوع السادس، انه يعني مش هيلعب في الاسبوع السادس. وعندك كمان آه الهبوط هيبقى 4 فرق. طبعا كل الفرق هتموت نفسها ان هي تحاول تدخل ضمن ال7، ما يبقوش ضمن ال14. طبعا كل الانديه هتحاول على قد ما تقدر ان هي تبقى ضمن ال7، علشان على الاقل انا اكون موجود. كده كده انا مش هنافس، لكن ابقى متواجد في بطوله الدوري. ده اللي عمله المره اللي فاتت، كان فاركو والبنك الاهلي وبتروجيت دخلوا من ضمن ال9 اللي كانوا في بطوله، وحرس الحدود كمان. فحاولوا جدا ان هم ما يكونوش ضمن ال9 التانيين اللي هم صراع الهبوط. اللي هبط كان بالفعل الاسماعيلي، النادي العريق الكبير، وكان معاه طبعا نادي فيوتشر او مودرن سبورت. وكان حظه كويس ان الاسماعيلي معاه علشان يتلغي الهبوط، وتقرر طبعا كان الغاء الهبوط. صعد 3 فرق، كان كهرباء، الاسماعيليه، ووادي دجله، والمقاولون العرب. وهيهبط الموسم الحالي 4 فرق مش 3، لكن هنشوف هل هيهبط فعلا ال4، ولا لو الاسماعيلي لا قدر الله، انا مش بتكلم بس انا بتكلم بجد، يعني لو الاسماعيلي هبط نزل تاني في المكان ده وهبط، هل هيتلغي تاني الهبوط وتطلع 3 يبقوا 24 فريق؟ فالموضوع بيبقى صعب. لازم يكون في لائحة واضحة، ولازم يكون في لازم يكون في قانون يمشي على الجميع، كبيرا وصغيرا. يمشي على الكبير قبل الصغير. ده المفروض اللي يحصل، وده المفروض اللي يتم في اللحظات اللي بتكون فيها كرة القدم جيدة. بيكون بسبب العدالة وبسبب القوانين واللوائح. لما يكون في قوانين صارمة ولوائح واضحة وصريحة للجميع، بيقدر الناس كلها تقدر تمشي عليها، ما يكونش فيها أي مشاكل. لائحة الموسم الماضي كانت لائحة غريبة، 3 نقاط في 3 نقاط. دي أنا بتكلم على مباراة الأهلي في بطولة الدوري. 6 نقاط، بعديها بكام يوم يقول لك لا احنا ما كناش عارفين بالظبط اللائحه. طب ما حضرتك طه عزت هو اللي حاطط اللائحه وهو اللي عاملها، فازاي يكون مش عارفها؟ فعارف حضرتك اللي هو سمك لبن تمر هندي يعني. ف هنشوف، كل ده هيبان، كل ده هيظهر في الايام اللي جايه، كل ده في الايام القليله القادمه هيبان، كل حاجه هتظهر. نتمنى التوفيق لكل الانديه، نتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني، عنده مباراتين مهمين جدا جدا في تصفيات كاس العالم. لو انتصر في المباراتين مبروك المنتخب المصري في بطوله كاس العالم دايركت، دون النظر لاي منافس اخر. وان شاء الله في بطوله طبعا كاس الامم الافريقيه المقامه في المغرب، باذن الله باذن الله يا رب البطوله تكون مصريه، ونرجع للامجاد، نرجع لامجاد المنتخب الوطني المصري، مع كان الكابتن حسن شحاته، الكابتن الرائع، الكابتن الكبير، المعلم حسن شحاته ابن نادي الزمالك، والبطولات الكبيره اللي عملها في بطولة 2006 و2008 و2010، أمجاد المنتخب الوطني. وطبعا كأس القارات، لا أحد ينسى طبعا مباراة طبعا محدش ينسى طبعا مباراة مصر ولا البرازيل والمنتخب الإيطالي، ومكسب المنتخب الإيطالي برأسية حمص. فكانت يعني عاوز أقول لك ان المنتخب المصري كان بيعيش ايام جميله جدا جدا جدا، ووصلت طبعا بيه الحال تغيير، بيغير الجلد يعني زي ما بيقولوا، بيغير الاجيال بتتغير، الاجيال كل شويه بلعيبه بتظهر. ظهر لنا طبعا صاروخ الشرق محمد صلاح في 2012، والمسيره ان شاء الله تكمل على ايده ونصعد كاس العالم، وان شاء الله يمسك الكاس ويرفع الكاس باذن الله في المغرب من بطوله الامم الافريقيه، اللي مصر عندها 7 بطولات سيدة القارة الأفريقية بلا منازع. وأقرب حد ليها كمان كان غانا 4 بطولات، وكمان لو هقول لك عفوا الكاميرون وغانا مع بعض، والحضري لوحده واخد 4 بطولات افريقيا يعني. عايزك بس تعرف ان المنتخب المصري ده قيمه كبيره جدا، المنتخب المصري ده قيمه وقامه كبيره جدا جدا جدا. ان شاء الله يكون الكره المصريه تفرز هذا العام بعض اللاعبين للكابتن حسام حسن. عندك لاعبين كتير يا كابتن حسام، عندك محمد شحاته من نادي الزمالك، عندك صلاح محسن من النادي المصري في الهجوم، لعيب مهاجم مميز جدا جدا جدا، من اللعيبه اصحاب المهارات والتهديف العالي، من التهديف العالي.
كده النهارده اتكلمنا عن كابتن والباشمهندس عادل القيعي وموضوع سحب الدوري من الرابطه من النادي الاهلي، واتكلمنا عن التشكيله المتوقع للنادي الاهلي وطريقه لعب روبيرو اللي تكسبه واللي تخليه ممكن يكسب على طول من الشوط الاول. واتكلمنا برضو عن مخاوف يانيك فيريرا من الفرحه الكبيره من جمهور نادي الزمالك وبعض من اللاعبين والحديث وجون ادوارد وطريقه تعامله مع الصفقات، وان هو بيحاول برضو انه ما يكونش فيه ازمات ماليه مع اللعيبه السابقه والمديرين السابقين من نادي الزمالك والقواضي والكلام اللي زي ده. جون ادوارد حاول ان هو يظبط المستحقات كان مع جوزيه جوميز ونجح بالفعل، وبيتكلم في الايام اللي جايه مع كونراد ميشيلاك وابراهيم انداي، وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يقدر بس يحاول ما يكونش فيه اي مديونيات ولا اي قواضي من الفيفا علشان في يناير يقدر يعمل الصفقات اللي هو بيحلم بيها والصفقات اللي هو عاوزها علشان يقدر بس يكون متواجد في الساحة الرياضية في الكرة المصرية، ان هو ينافس بقوة، وان شاء الله الزمالك يرجع للقوة بتاعته، وان شاء الله الاهلي يكون بتميزه المعتاد ونشوف دوري قوي. اهلي زمالك بيراميدز دول الثلاثة اللي بينافسوا على بطولة الدوري. بيراميدز حل الدوري بشكل كبير جدا، زمان كان الدوري لو ما خدوش الاهلي ياخدوا الزمالك، هو برضه ما خدوش بيراميدز لكن ما كانش فيه المنافسة. لو الاهلي ما خدش الدوري كان بيبقى هو الزمالك اللي بينافس وياخد الدوري وخلاص، ما فيش حد ثالث هو اللي دخل في الصورة انه يقدر ياخد الانظار من هنا او هنا. فكرني بموسم الاسماعيلي، الاهلي والزمالك، والاسماعيلي لما كان مع الكابتن محسن صالح وحدث ولا حرج في جيل الاسماعيلي ده، كان محمد حمص ومحمد فتحي وصبحي وطبعا كان احمد فتحي وكان عبد الله الشحات وكان محمد بركات ومحمد صلاح ابو جريشه ومحمد فضل وطبعا كان عطيه صابر رحمه الله عليه وعمرو فهيم ورضا سيكا جيل وسيد معوض، طبعا جيل من الاجيال، واسلام الشاطر، مش عاوز انسى حد، ومحمد عبد الله. فده كان جيل من الاجيال اللي لا تنسى في طبعا في كرة القدم المصرية. في الموسم ده كان موسم جيد جدا للدراويش، وكان مباراة الاهلي والاسماعيلي الشهيرة 4-4 كانت مباراة هربانه من الدوري الانجليزي، يعني زي ما الجميع كان بيتحدث في التوقيت ده، وكسب كمان الزمالك 3-0 او 4-0 كمان. فموسم كان للتاريخ. فبيراميدز بيعمل زي الاسماعيلي، ان هو بيحاول ان هو يجاري الاثنين الكبار والتقال دول، اللي الحبه الثقيله الاهلي والحبه الثانيه الثقيله الزمالك. فبيحاول على قد ما يقدر ان هو يقدر يدخل بكل قوه في العمالقه، ويبقى من ضمن الناس اللي توجت طبعا ببطوله الدوري العام. هل الفيفا تحكم لبيراميدز بالتتويج لبطوله الدوري؟ خلينا نشوف وخلينا نستنى. ده كان كل اللي عندي النهارده مع حضراتكم. ان شاء الله هيبقى في لايف جديد هنتكلم فيه عن مباراة الزمالك والاهلي مع بعض، وهنحلل برضو ايه اللي حصل في الاثنين. النهارده الاهلي هيلعب بالليل، وبكره الاهلي الزمالك. ان شاء الله هكون معاكم النهارده في الليل لايف، هنعلق على المباراة بصحبة حضراتكم، وان شاء الله يكون المباراة حلوة نستمتع بيها كلنا، يكسب اللي يكسب، ولكن الاهم المتعة لحضراتكم والمتعة للمشاهد. ان شاء الله ما يكونش فيه اي مشاكل، وبصراحة التحكيم حتى الآن التحكيم جيد، وإن شاء الله ما يكونش فيه أي حاجة. ده اللي عندي النهاردة. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع.